وفي شباب كتير بتبقى عايزة تاخد قرار بان هي تبعد عن حبيبها بسبب ان هو ما عندوش نفس درجة الحب اللي هو حاسس بيها، او ما عندوش حب اصلا، بس تبقى خايفة تاخد القرار علشان هي في نفس الوقت بتحبه وخايفة تبعد عنه من رغم ان هو ما بيحبهوش اصلا، او ما عندوش نفس درجة الحب. خايفة ان هي تبعد عشان هيحس بالفراغ في يومه، خايفة ان هي تبعد بسبب مليون حاجة. وده بيكون اول كابوس انت بتزرعه في حياتك بنفسك بايدك، انت بتزرع حفرة بايدك في حياتك وتروح ترمي فيها نفسك. وده ما ينفعش. طول ما انت حبيت بنت وهي ما حبيتكش بنفس درجة الحب، فكك منها. ما كانتش ولا اول ولا اخر واحدة انت شفتها في حياتك. الكلام ده سمعناه كتير، بس يعني دي الحقيقة. ياما ناس ياما شباب حبت بنات بدرجة عبيطة، كانوا فاكرين ان البنات دي الاكسجين بتاعتها، بس لما جه حصل الفراق، اذا كان مثلا العلاقة انتهت او الموت اتزرع في حياتهم هما الاتنين وحصل ما بينهم فراق، هما بعد كده يعني هما كانوا حزنانين ومكتئبين ومش قادرين يستحملوا، بس بعد كده ربنا قواهم كملوا حياتهم. معنى صح، الدنيا ما بتقفش على حد، ولازم انت تقدر قيمة نفسك، وانك انت تزرع في عقلك بانك انت تستاهل بانك انت تتحب.